عايزين تخزنوا قلقاس ويطلع معاكم 10/10، هتحلفوا إن أنتم أول مرة تخزنوا قلقاس ويطلع معاكم الطعامة والحلاوة دي، هيطلع معاكم زي الزبدة. يبقى لازم تشوفوا الفيديو دوت، وقبل ما نبتدي لايك للفيديو، اشتراك في القناة لسه ما اشتركتوش، ويلا بينا نسمي الله ونعمل أحلى حبة قلقاس. هنخزنهم عندنا هيقعدوا يعني شهور عندنا، مش هيحصل لهم أي حاجة. كمان هنعمل السلق بتاع القلقاس بأحسن وأفضل طريقة، هيخلّي ريحته كده البيت كله هيسألِك أنتِ عاملة الطريقة ديّة إزاي. طعمه حلو أوي، طعمه كده زي الزبدة، مستوي سِوَى كده على الهادي وطعمه حلو أوي، أوي. أقول لِك كمان على طريقة سهلة جدًا، جدًا ومش متعبة خالص، وهتخزّني كمية كبيرة وفي دقيقة واحدة من غير ما تتعبي خالص. يالّا بينا على الحلقة ونسمّي الله ونشوف هنعمل إيه النهارده في القلقاس. أول حاجة طبعًا هنجيب الكمية اللي إحنا عاوزينها، وأهم حاجة إن إحنا نجيب القلقاس اللي هو تبقى الواحدة مدوّرة ما تبقاش يعني مطولة شوية، عشان ديّة ما بتاخدش سِوَى وبتستوي معانا بسرعة. هنجيبها نغسلها من برّه كويس جدًا، جدًا ونسيبها كده تنشف شوية، وبعد كده هنجيب بقى واحدة، واحدة ونبدأ نقطّعها كده التقطيعة العادية من برّه، يعني ننضّفها من برّه. طبعًا القلقاس مش هنجيبه كبير أوي عشان بس نعرف نقطّعه، كمان ياخد كلّه سِوَى واحد. عاوزة أقول لكم إن الطريقة ديّة أنا معتمداها بقى لي سنين، لو جرّبتوها بأمانة هتحلفوا إن أنتم أول مرّة تاكلوا قلقاس بالحلاوة والطعامة دي، وأظن الشكل يغني عن الكلام. شُفتوا طبق القلقاس كده اللي أنا كنت مخزناه بقى لي فترة كمان كان عندي، وطلّعته كده عشان تشوفوا العظمة اللي إحنا هنعملها النهارده. خلاص أنا نضّفت كده القلقاس من برّه، وهنجيب بقى سكينة، بس سكينة جامدة شوية عشان نقدر إن إحنا نقطّع القلقاس، ما أخدش معايا وقت خالص في التقشير. هابدأ إن أنا أجيب كل واحدة وأقطّعها 4/4 كده زي ما أنتم شايفين بالسكينة. خلاص تمام، كل ربع هابدأ إن أنا أقطّعه حوالي 3 تقطيعات كده حسب حجم القلقاس بتاعِك اللي أنتِ جايباه. أول ما أقطّعه كده بقى بالعرض كده زي ما أنتم شايفين، تقطيعته سهلة وبسيطة جدًا، جدًا. أنا هاحاول كده على قد ما أقدر بابسّط لكم الطريقة عشان تبقى سهلة عليكم. ناس كتير جدًا بتستصعب تخزين القلقاس، لكن هو يا جماعة والله سهل جدًا، جدًا، والطريقة ديّة من أحسن الطرق اللي ممكن تخزّني بيها القلقاس. قطّعته كده صوابع زي صوابع البطاطس، بس بتبقى سميكة شوية زي ما أنتم شايفين، وهابدأ إن أنا أقطّعه بقى مكعبات، مكعبات صغيّرة، مش صغيّرة أوي ولا كبيرة أوي، زي ما أنتم شايفين كده بيبقى الشكل بتاعها. قطّعها كده مكعبات زي مكعبات البطاطس كده أمّا بتقطّعي مكعبات بطاطس صغيّرة، هيبقى بالشكل دوّة. خلاص كده تمام، هنركنه بقى على جنب بعد ما نخلّص الكمية كلّها. وهنعمل إيه دلوقتي بقى، هاقول لكم هنعمل إيه النهارده وإزاي هنخزّن القلقاس ونطلّعه هيبقى زي الفريش، أكنِّك جايباه طازة. يعني مش هتصدّقي إن دوّة مطلّعاه من الفريزر. حطيناه في الأطباق، وهاقول لِك دلوقتي لمّا تطلّعيه تعمليه تطبخيه هتعملي إيه. خلاص تمام، معايا خضرة اللي هي اللي بنعمل بيها القلقاس، معايا كزبرة ومعايا السلق، وفي ناس بتضيف لها شبت. بس حتى لو ضِفت لها شبت بيبقى برضه طعمها حلو. أنا ضِفت كده الكزبرة الخضرا وضِفت السلق، حوالي كده كل 4 حِزَم من السلق بتضيفي لهم حوالي حزمتين من الكزبرة الخضرا، ممكن تضيفي لهم حزمة شبت كمان. خلاص بنبدأ إن إحنا نقطّعهم التقطيعة اللي وريتها لكم ديّة، طبعًا نكون منضّفين الخضرة كويس جدًا، جدًا، ونبدأ إن إحنا نغطّيه بالمَيّة ونشطفه مرّة و2 و3 من أي أتربة أو أي رملة موجودة فيها، وبعد كده بنبدأ إن إحنا نصفّيه لمّا بيتصفّى تمامًا. نرجع للقلقاس وأقول لِك إن القلقاس يا جماعة النهارده أنا ما باغسلوش ولا باجي جنبه خالص، إزاي أسماء ما بتغسلش القلقاس؟ هو كده، القلقاس ما بيتغسلش، هنضيفه كده في الأطباق، وأول ما نطلّعه من الأطباق هنبدأ إن إحنا نغسله، وهاقول لِك دلوقتي الطريقة اللي هتطبخي بيها القلقاس. خلاص تمام، نجيب بقى الكبة بتاعتنا موجودة، مش موجودة الكبة هنعملها بالمخرطة زي أمهاتنا كده زمان، نخرطها كده زي الملوخية، تبقى بالمنظر دوّة. عندِك كبة يبقى هتضيفي كده حبة بحبة وتبدئي تعمليها في الكبة. خليكم معايا آخر الفيديو، اوعوا تكونوا نسيتوا تعملوا لايك للفيديو عشان الفيديو يا جماعة والله مهم جدًا، جدًا، محتاج منكم لايك عشان يترفع إن شاء الله وكل الناس تشوفه. ولسه ما اشتركتوش في القناة يا ريت تنوروني باشتراككم معايا في القناة.
خلاص تمام، جبت زيت وسمنة، طبعًا بيبقى بيحتاج يعني شوية حلوين عشان نقدر إن إحنا نقلِّب كده فيها الخضرة بتاعتنا. هابدأ أقلِّبها شوية لحد لمّا تنشف كده معايا ولونها يعني بيخضر كده شوية، بيغمق شوية زي ما أنتم شايفين كده. خلاص تمام، بابدأ بقى معايا توم مفروم، حوالي معلقتين كبار من التوم المفروم، طبعًا الكمية دي هتكفّيني هاقول لِك مثلًا بتاع 6، 8 طبخات، يعني حوالي 8 طبخات ممكن تكفّيني الكمية ديّة. يا دوبك باخد معلقة كبيرة كده مليانة لمّا باجي أعمل كل طبخة، هي ديّة اللي باطبخ بيها القلقاس. خلاص ما باغمّقش التوم ولا حاجة، لإن طبعًا أنا باحفظه في الأطباق، ولمّا باجي أو في علبة، ولمّا باجي بقى أستخدمه طبعًا باقلّبه تقليبة في الطاسة زي ما شفتوا كده في الفيديو، وهاوريه لكم برضه دلوقتي. فطبعًا بياخد بيغمق سِنّة كمان، فأنا باشيله ما يكونش غامق أوي. خلّي بالكم يا جماعة من الخطوة ديّة، تشيلوا أخضر كده شوية عشان لمّا نقلّبه تقليبة بقى لمّا نيجي نطبخه مع القلقاس يبقى الخضار بتاعه مش غامق أوي. خلاص أنا فرّزته كده زي ما أنتم شايفين، لونه أبيض زي الفل، وهيفضل لونه زي ما هو، لونه مش هيتغيّر خالص ولا هيغمق ولا يحصل له أي حاجة. وكمان خضرة المحشي يا جماعة من أبسط وأفضل وأنجح طرق الخضرة بتاعة القلقاس. خضرة القلقاس يعني من أفضل الطرق يا جماعة، طريقة سهلة جدًا، جدًا، جدًا. لو حابين كمان طرق تفريزات الخضار، أنا الفيديو اللي قبل ده مفرزة جميع الخضار اللي ممكن تفرزيها لرمضان، تقدري ترجعي الفيديو وتشوفي الفيديو بتاع تفريزات جميع خضار بتاع رمضان. تعالوا بقى هاقول لكم إزاي نطبخ القلقاس. زي ما قُلت لكم كده، طلّعي الكيس من الفريزر وهو مجمد من غير ما نسيبه يفُك ولا أي حاجة خالص، تحت الحنفية نغسله على طول، أول ما الشوربة تغلي نبدأ إن إحنا نضيفه في الشوربة بتاعتنا كده، ولمّا يستوي هاوريكم بقى زبدة، والله زبدة. بُصّوا الجمال، عاوزة أقول لكم إن الكيس ده كان عندي متفرّز بقى له شهور في الفريزر عندي. طلّعته كده وقُلت أعمله معاكم وأنا باصوّر الفيديو. كمان عندي بقى السلق برضه كان عندي قديم، طلّعته برضه، طلّعت معلقة أول ما القلقاس استوى. ما ينفعش أحط السلق من غير ما القلقاس يستوي، لإن لو ضفنا السلق خلاص كده ما بيخلّيش القلقاس يكمّل سواه. فنضيف كده معلقة وتغلي غلوة واحدة وبس، ومع ملح بقى وواحدة ماجي وبألف هنا وشفا. هتحلفي إن أنتِ أول مرّة تاكلي قلقاس بالطعامة والحلاوة دي، جنبه بقى شوية رز وعيشه بقى وخلّي الولاد يعيشوا. أحلى أكلة شتوية ممكن تعمليها، هتعشقيه بالطريقة ديّة، طريقة سهلة وبسيطة. يالّا بقى ما تكسلوش تعملوا لايك للفيديو عشان إن شاء الله يترفع وكل الناس تشوفه، وأسيبكم في حفظ الله، والسلام